أهلا بكم، أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن بدايتي مع طمأنينة وإزاي أوقات الحاجة اللي بنخاف نبدأها بتكون أكتر حاجة شبهنا. لكن بعد الحلقة فضل سؤال شاغلني جدا: ليه بعض الأحلام بتفضل جوانا سنين؟ ليه في ناس بتحقق نفسها فيه فعلا وفي ناس بتفضل تتخيل وتحلم وبس؟ وليه أوقات بحس إن إحنا عايزين حاجة جدا لكن كل يوم نأجلها لوقت أنسب؟ مؤخرا كنت بقرأ عن فكرة في علم النفس اسمها Fear of Failure، الخوف من الفشل. الغريب إن العلماء اكتشفوا إن ناس كتير مش بيكون خوفها الحقيقي من الفشل أصلا. الخوف الحقيقي بيكون من المواجهة، مننا نحاول بجد فنكتشف حقيقتنا. لأن طول ما الحلم مجرد فكرة في دماغنا بيفضل كامل مثالي وآمن، لكن أول ما بنبدأ الحلم بيتحول لواقع، والواقع ممكن ينجح وممكن لأ، وده مرعب جدا للعقل البشري. في كتاب اسمه The War of Art، الكاتب بيتكلم عن حاجة اسمها resistance أو المقاومة. بيقول إن كل ما الحاجة تكون مهمة فعلا بالنسبة لينا كل ما هنحس بمقاومة أكبر تجاهها. يعني أوقات السبب إنك مأجل حلمك مش إنه مش مهم، العكس تماما، يمكن لأنه مهم قوي لدرجة إنك خايف تقرب منه، وخايف لو فشل تتفكك صورة نفسك معاه. وده خلاني أفكر في حاجة مهمة جدا. إحنا أوقات بنقول إننا مش جاهزين، لكن هل الإنسان فعلا بيكون مش جاهز؟ في كتاب The Atomic Habits في فكرة قوية جدا بتقول إن الناس ما بتتغيرش بسبب قرارات ضخمة وفجأة، لكن بسبب أفعال صغيرة متكررة. وده عكس اللي معظمنا مستنيه. إحنا مستنيين لحظة كبيرة تغير حياتنا، إلهام مفاجئ، ثقة كاملة، خطة مثالية، مع إن الحقيقة إن أغلب الأحلام الكبيرة بدأت بخطوات صغيرة جدا لدرجة إنها ما كانتش تبان مهمة أصلا وقتها. فكرة مكتوبة في موبايل، بوست، أول فيديو، أول محاولة، أول عميل، أول صفحة. ويمكن المشكلة إن السوشيال ميديا خلتنا نشوف النتيجة النهائية بس، بنشوف النجاح بعد ما يكبر، بعد ما يبقى مرتب وواضح، لكن محدش بيشوف البدايات المرتبكة. محدش بيشوف الشخص وهو بيشك في نفسه كل يوم، أو وهو بيقارن نفسه بالناس، وهو بيسأل نفسه هو أنا فعلا أقدر؟ في علم النفس في مفهوم اسمه السيلف سابوتاج أو التدمير الذاتي، وهو إن الإنسان أوقات بيعطل نفسه بنفسه، مش لأنه كسول لكن لأنه خايف، فبيأجل ويفكر زيادة ويستنى الوقت المثالي، وطبعا بيشتت نفسه. لأن طول ما هو ما بدأش لسه عنده فرصة يتخيل إنه كان ممكن ينجح. ودي جملة وجعتني جدا لما فهمتها. بعض الناس تفضل تتعلق بحلم مثالي على إنها تواجه حقيقة صعبة. الحقيقة إن البداية صعبة فعلا، وإننا مش هنبقى ممتازين من أول مرة، وإن الطريق مش هيبقى واضح بالكامل، بس يمكن دي طبيعة أي شيء حقيقي. في حاجة تانية كنت بقرأ عنها، إن العقل البشري بيحب المألوف حتى لو كان مؤلم، وده بيفسر ليه ناس كتير بتفضل في أماكن هي مش سعيدة فيها بس لأنها متعودة عليها. الحلم جديد مرعب لأنه مجهول، والعقل أوقات بيختار الألم المعروف بدل من الخوف المجهول. وعشان كده أوقات بنفضل نحلم من غير ما نتحرك، مش لأننا مش قادرين لكن لأننا بشر. بس أعتقد إن الفرق الحقيقي بين الناس اللي وصلت والناس اللي فضلت مكانها مش إن ناس خافت وناس لأ. الفرق إن في ناس قررت تتحرك برغم الخوف. وده يمكن أهم شيء اتعلمته مؤخرا، إن الشجاعة مش معناها إنك ما تخافش. الشجاعة معناها إنك ما تخليش الخوف ياخد القرار بدل منك. ويمكن في حد بيسمعني دلوقتي عنده حلم بقاله سنين وكل يوم بيقول مش دلوقتي، بس يمكن مش دلوقتي بقالها سنين فعلا. ويمكن الحياة مش بتتغير في اللحظة اللي الحلم بيظهر فيها،
يمكن بتتغير في اللحظة اللي صاحب الحلم بيقرر يدي لنفسه فرصة حقيقية، حتى لو صغيرة، لو مرتبكة، لو مش كاملة. لأن أوقات الخطوة الصغيرة اللي بنستهين بيها بتكون بداية حياة كاملة مختلفة. كان معكم طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. أشوفكم في حلقة جديدة من طمأنينة، وخلي بالك من قلبك.